السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هلة روايح الخير. عايزين بقى ان هنشيل شوية فراولة يا جماعة، نعمل بيهم عصير في رمضان. بصوا كاس الفراولة واحمر وجميل ازاي. هتقولي لي يا نونا الفراولة خضرة خالص، هقول لك طيب احنا هنخليها حمرا واحنا بنعصرها؟ امال احنا فرزنا البنجر قبل كده ازاي؟ هحط لكم اللينك اللي ما شافش تفريز البنجر، هحطه لكم اللينك ان شاء الله بأمر الرحمن في صندوق الوصف، عشان اللي ما شافش تفريز البنجر يشوفه. بنجر كتير قوي في السوق، والكيلو مش عارفه ب5 جنيه ولا ب6 جنيه. احنا نعملها كده، مش هنرمي منها حاجه، ولا حاجه غاليه، ولا هنرمي منها حته خضراء، ولا هنرمي حاجه. كده كده اصلا لو الفراوله، حتى لو الفراوله حمراء، فانا برضو بحط حبه بنجر عليها. ليه؟ بتزود من قيمتها الغذائيه لاولادنا. يعني مش هيبقى من كله، حتى نعمل لهم شويه فراوله حلوين كده مغذيين. وعلى فكرة الفراولة دي على انها يعني لونها كده، بس والله مسكرة جدا. يعني انا والله دقتها كده حلوة معسلة، مش حادقة يعني. خلاص، واديك شفتي لونها، هوريهولك تاني بعد ما تضربيها، وهوريهولك وانت ضرباها بالايه، وانت ضرباها في الخلاط كويس. بنشيل العنق بتاعها كده، لو في حتة وحشة، في حتة حاجة. دي كده اللي هي الحلوة الحمراء قوي، اللي هما بيبقوا ناقضينها ب15 جنيه، ودي ب8 جنيه. ما انا كده هحط، انا حتى لو جبت الحمار ما انا هحط عليها بنجر. ايه الداعي بقى؟ لا، انا اجيب من ابو 8 جنيه عشان اخزنها. انا جبت ال5 كيلو ب40 جنيه، يفضلوا عندي بقى، واعمل منهم عصير. عندنا عزومة، عندنا حاجة بنشرب منها، عصير فريش وحلو موجود. ان شاء الله نجيب تاني ونفرز تاني، ولا 4 كيلو مش هيعملوا حاجة. نجيب تاني. كل سنة وانتم طيبين. رمضان ان شاء الله يجوا بخير علينا وعلى أمة المسلمين، على أمة المسلمين يا رب أجمعين. فك كربنا جميعا يا رب. ان شاء الله يجي علينا بالخير واليمن والبركات، ويبلغكم رمضان ويبلغنا اياكم ان شاء الله، فرحانين ومبسوطين ومتهنين. طبعا انا بشيل ايه؟ هتقولي لي ما غسلتهاش الاول ليه يا نونه؟ في ناس بتغسلها الاول بعدين تشيل القمع بعدين تغسلها تاني. لا، القمع ده اللي بيبقى مليان رمل. انا شلتها كده هي الاول، حته بايظه كده شلتها ولا حاجه، واخدين بالكم؟ وبعد ما اقعد مع اشيل القمع ده اروح ماسكاها غسلاها. اهو بصي، انا ولا يهمني لونها ده ولا يهمني. اهو غسلتها كويس جدا، عشان بقى ايه منها حبات كبيره، عشان ما تبتديش تكلكع معايا في الكيس، عشان ما ياخدش مكان في الديب فريزر. فببتدي اقطعها نصين. كويس كده، بنقطعها ايه نصين كده بس. ولا يهمكم من لونها ده، والله ده لونها ده ولا يشكل لي اي اهتمام، عشان انا عارفه انا هعمل فيها ايه. البنجر يا جماعه من اهم العناصر، بتديكي حديد. لازم ندور على الحاجات الطبيعيه، وانا قلت الكلام ده قبل كده عشان نرفع مناعه عيالنا. خلاص. البنجر رخيص دلوقتي، هاتي واعمليه، حطيه على الفراوله. بتوع المحلات على فكره ما بتبقاش الفراوله، هم بيجيبوا الفراوله اللي زي دي عشان تعيش معاهم، واخدين بالكم؟ فالفراوله ما بيبقاش لونها احمر كده عشان هي الفراوله حمر، لا. اللي هو بتوع العصير هم بيحطوا لها بنجر برضو، يعني برضو بيحطوا لها بنجر. والرمان بيحطوا له بنجر. اهو بصوا قطعناها كده كلها حتت. خلاص، هنروح جايبين ايه بقى؟ انا يعني انا بحب الكيس بتاعتي تبقى مقاس واحد، فجبت المج بتاع الشوربه ده كده، ورحت معبيه بقى بيه كاس كده كبير، وشويه كده كمان، يعني يجي كاس وربع كده، يعني كوبايه وربع كده. بقى طبعا انت عارفه عدد افراد اسرتك، فانت هتعملي لعدد افراد اسرتك الكيس اللي يكفيهم. فاهميني؟ طبعا لسه هنفرز البرتقال برضو، فمره يوم فراوله ويوم برتقال، وان شاء الله يوم جوافه، وان شاء الله العصير الفريش دي في رمضان في الصيام. وهتعدي ان شاء الله، هتعدي ان شاء الله كله. ربنا هيرزقنا جميعا يا رب، ويرزقكم ان شاء الله. قولوا يا رب. تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. اهو هنعبي كده، ولا يهمني انا لونه. انا بقول لك اهو، هوريكي دلوقتي مش هيهمني لونه ازاي. هاتي الفراوله دي رخيصه، مالها مال محلات بتشتغل منها، يعني الواحد يوفر شويه. ما برضه 15 جنيه من 8 7 جنيه فرق كتير. اما تجيبي 5 كيلو في 7 ب35، يعني انت وفرتي 35 جنيه. تمام. اهو شوفي الشويه دول لونهم عامل ازاي، انا اوريك لونهم اهو. استني بقى، عبالك اصبري عليا. خرج منها الهواء اهم حاجه.
خرجي الهواء واقفلي الكيس كويس عشان ما ياخدش مكان في الفريزر، عشان لسه بقيت حاجات عندنا هتتفرز يا جماعة. اهو، اقفلي الكيس كويس، سمي الله كده، وان شاء الله ايه وصلوا على سيدنا النبي. وربنا يا رب يبلغنا رمضان كلنا يا رب كده فاقد، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. وتقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا. ادعوا يا جماعة في شهر رجب، شهر رجب ده بيصب فيه ربنا بيصب فيه الخير صب. الرسول سماه الشهر الأصب، فادعوا فيه كتير قوي يفك كرب الأمة ان شاء الله، يفك كربنا. بصوا اهو انا كده عملته. بص تعالي بقى، بقول لك اصبري عليا. ده البنجر اللي احنا عملناه مع بعض، فاكرينه؟ اهو، اللي ما شافوش هسيب له لينك الفيديو في صندوق الوصف. هاخد منه حتة بس كده يا دوبك، مش كتيرة يعني اهو بس. بصي بتكسريه بمنتهى السهولة، بصي بمنتهى السهولة بكسره. انا لقيت الكيس بقى اتبهدل لما كسرته، فالاكياس جنبي على الميكروويف. بصي جيت اعمله فلقيت الاكياس لا، قلت لها انا اتمخطر كده عند الميكروويف كده واجيب ايه كيس نضيف اهو، اروح حاطه فيه الايه، اروح حاطه فيه حبه البنجر دول عشان خساره، انا لسه هستعمل فيه لما اشبع اهو. بصوا حتت قطعه خلاص، عشان احنا عاملينه بطريقه معينه ما بيجرالوش حاجه. خلاص كده خلاص اهو. بص هنحط شويه ميه عليه، وهنحط ايه بقى على حسب ما انت عايزه، يعني انا حطيت معلقه سكر بس، ما حطيتش اكتر معلقه سكر. نروح حاطينه في الخلاط اهي. بصي الحمار، بس طبعا انت عارفه انه مرخم ضرب الخلاط اهو. انا بقى ده حطيتلوش ميه كتير فنازل قطع. بصي بقى شفتي الجمال يا ستي؟ ايه رايك بقى اللون؟ ها، شفتي اللون عامل ازاي؟ انا كمان ما كترتلوش البنجر، ولسه لما يهدى من الخلاط هتبص تلاقي لونه رد، عشان لسه الرغاوي بتاعته معلمه اهو يا ستي. حاجه جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله. قومي يلا الحقي لك فرزي لك شويه فراوله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اوعي تنسي تحطي اللايك. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله، السلام عليكم.